خايف من حاجة أو شايل هم شيء؟ فضفض. لو بطنك وجعتك جامد أو جالك صداع مقرف، اتكلم. لو نفسيتك تعبت من حد، قول. لما سيدنا علي ابن أبي طالب كان مريض ودخل عليه واحد من أصحابه وسمعه هو بيقول قال له: أنت بتتقاوه وأنت أبا الحسن؟ يعني أنت بتتوجع وبتقول بصوت وأنت علي ابن أبي طالب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس المسلمين؟ سيدنا علي رد عليه وقال له: أو أجدع على الله؟ هو أنا هكابر؟ همثل القوة وادعي الشجاعة قصاد الخالق سبحانه وتعالى؟ هو اللي بعت لي الوجع علشان أقول ما أنا لحم ودم، وما يقللش مني لو قلت أنا مش بخير. اتعلم من سيدنا علي، ما تبقاش عامل زي البالونة اللي عمالة تتنفخ يوم عن التاني، تتنفخ بالحزن والكبت والكتمان لحد ما هيجيلك يوم وهتنهار. اكتب بوست واقفله لنفسك واتكلم عن كل حاجة شغلاك وتعباك. المهم ان انت تقول طالما هتريحك. ومش عيب ان انت تقع وتنكسر، ولا عيب ان انت تتوجع وتتقهر، لكن العيب اللي بجد ان انت تفضل شايل ومحمل حمل لحد ما هتقع ومش هتقوم لك قومة تاني.